بلدي طنطا وانا نفسي اعيش اونطا. ايوه استنى، هحكي لك على حد مشهور من طنطا. هو انت ما ينفعش تسيبني قاعد عادي كده غير ولازم تيجي تحكي لي؟ انا قاعد بسمع اغنيه مركز بقول لا اله الا الله. يا بلاش جهل بقى، ده عبد المنعم رياض. عارفه وحافظه صم. ايه ده انت بقيت تتسقف من ورايا يالا؟ هو في حد في مصر ما يعرفش عبد المنعم رياض؟ ده حر وزحمه وقرف، خصوصا بقى وانت جاي من رمسيس كده يعني. الله بس انت رجعت حمار زي الحمد لله على السلامه، رجعت حمار زي ما انت. بسم الله ما شاء الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. مين عبد المنعم رياض؟ الفريق عبد المنعم رياض اللي اتسمى الميدان ده على اسمه. الفريق عبد المنعم رياض اتولد في قريه سبيربي مركز طنطا سنه. ابوس ايدك انا مش عايز اعرف هري الكتب. انت بتعمل معايا كده ليه؟ ما تخش في الموضوع، بلاش هري الكتب ده بقى يا رب. طيب خلاص اهدى. عبد المنعم رياض خد الثانويه العامه ودخل كليه الطب زي ما اهله كانوا عايزين. قعد سنتين وما استحملش لانه كان نفسه يكون ضابط جيش، فدخل الكليه الحربيه وكان الاول على دفعته، وتخرج ملازم تاني في سلاح المدفعيه. مش بس كده، ده خد ماجستير في العلوم العسكريه ودخل اكاديميه نصر وانتسب لكليه التجاره عشان يدرس اقتصاد، ودرس رياضه بحته في كليه العلوم. في ايه؟ ده انا بروح الكليه يوم واحد في الاسبوع بنام بقيت ال6 ايام من التعب. كان بيجيب صحه منين لكل ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ وعلى كده كان بيتكلم 4 لغات، انجليزي وفرنساوي والماني وروسي، لدرجه ان هو اتسمى الجنرال الذهبي. وبعد كده خد دورتين في المدفعيه الصاروخيه. الله اكبر، ده بحر علم، مش موسوعه، ده بحر علم. انت بتحصرني على انجازاتي ان انا لسه ما عملتهاش. اجمد، ده التقيل لسه جاي. لسه. الراجل ده اشترك في الحرب العالميه الثانيه وخد القاب كتير. ايش لواء اول مضاد طائرات، على مستشار دفاع جوي، وبعد حرب 67 كان رئيس اركان القوات المسلحه. ده قفل اللعبه، ده بابا المجال بالنسبه للجيش. انت عارف ان هو اعاد بناء الجيش برضه؟ وهو اللي صمم الخطه 200 اللي كانت اساس خطه العبور في 73. الله اكبر، ربنا يحميه. الله يرحمه. وده مات ازاي ده؟ سنه 69 حط خطه في حرب الاستنزاف عشان يهد بيها خط بارليف، وكان رايح يشرف على تنفيذ الخطه بنفسه. واستمر الضرب لفتره اكتر من ساعه ونص، وفجاه حصل قصف جامد جدا على المنطقه اللي كان فيها، واتصاب على الفريق عبد المنعم رياض واستشهد في المعركه. يعني مفيش حد بيخش الحرب دي ويطلع منها سليم ابدا، الظاهر كده. الراجل ده اتعملت له جنازه عسكريه مهيبه، واتعملت له جنازات رمزيه في دول كتير، لدرجه ان في دول عربيه فيها ميادين وشوارع باسم عبد المنعم رياض. شوف يا اخي، ربنا كرمه حتى وهو ميت، بس الظاهر البلد دي اللي بيخش فيها حرب ما بيطلعش منها سليم. حلو قوي، هحكي لك على واحد انت لسه قايل اسمه. المره الجايه اسمع مني والله، المره الجايه. قوم شوف عيالك يلا. انتظرونا في برنامج رحله الكنز ان شاء الله على تلفزيون حلوان مع محمد وحازم. وما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد، وزي ما احنا متعودين الكنز في المعلومه. ايوه هو ده. رياض، انا احكي لك عن الفريق عبد المنعم رياض. لا ما ينفعش اقول الفريق. هحكي لك عبد المنعم رياض. ايوه عارفه وحافظه. ماشي تاني اجيب. انتظرونا ان شاء الله الحلقه الجايه في برنامج رحله الكنز مع محمد وحازم. دورك. لا لسه على التلفزيون. لسه والله. بعيد يا محمد تاني.